ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله والناس كلها تحبها. هنعمل النهارده صينيه البطاطس باللحمه، وجنبيها طبعا الرز المفلفل المصري الجميل وشويه ملوخيه بقى. هنا في حله على النار حطيت فيها حته من السمنه. اللي حابب يستخدم زبده مكان السمنه عادي يكون افضل واحسن، بس انا هنا عشان ما كانش عندي زبده فاستخدمت معلقه من السمنه. وهنزل عليها باللحمة تاخد صدمة لحد لما المسام بتاعتها تقفل ولونها كده يبقى بني وريحتها تطلع معانا، وهفضل اقلب فيها عشان تاخد معانا اللون البني الحلو ده، والمسام بتاعت اللحمة تقفل. ونزلت عليها ببصلتين، مقطعة البصل انا قطع صغيرة. وهنا ما اقولكوش على الريحة اللي هتطلع، اللحمة مع البصل مع الزبدة، وهنقلب فيها لحد لما البصل يتكرمل وينزل المية بتاعته ولون اللحمة يغير. هنا مش قادرة اوصف لكم الريحة. هنا هنزل بالبهارات بتاعتي، ورق راوري وحبهان. هي بصوا البهارات يعني على حسب ما انتم عايزين، يعني البهارات على حسب الرغبة. ونزلت عليهم ب4 طماطميات عصراهم في الخلاط، وهقلبها كويس. هقلبها عشان يشربوا من بعض. وهنزل عليها بحوالي لتر من المية السخنة، وهقلبهم كويس كويس مع بعض. الطريقة ديت امهاتنا وجداتنا اكيد عارفينها، ومفيش اجمل من طرق جداتنا وامهاتنا. هنا نزلت عليها بلتر مية سخنة وهقلبها وهسيبها بقى تبكبك مع بعضها كده. وكل شوية طبعا هتابع اللحمة، هشوفها لو محتاجة مية، لو محتاجة صلصة، لحد لما الصلصة تتثبت معانا. هنا كان معايا 3 بطاطسيات قطعتهم تخين مش رفيع عشان لسه هتتحط في الفرن. وكان معايا هنا 4 بصلات ضربتهم في الكبة خليتهم ناعمين، وهنزل عليهم بشوية فلفل اسود وشوية ملح، وهفضل افركهم كده بايديا. هنا بصوا الصينية انا استخدمت البصل هنا علشان اللي ما بيحبش البصل بالطريقة دي لما البصل يتكرمل في الصينية هيحبها جدا جدا جدا، ومش قادرة اوصف لكم الريحة. وهنا كل الاطفال والكبار بيحبوا الصوص دوت حاجة مهمة جدا 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 في الاكل. والبصل هنا انا فرشته في الصينية، وهرص هنا البطاطس بطريقة عشوائي. وهنا كانت اللحمة استوت معايا نص سوا عشان لسه هتدخل الفرن، وهوزع اللحمة مع البطاطس بطريقة عشوائي. وكان معايا فلفل قطعته صغير، هنا لو حابينها سبايسي براحتكم، انا هنا استخدمت الفلفل الرومي. وده كان الشكل النهائي بعد ما وزعت الخضار. ونزلت بالصوص بتاع اللحمة على البطاطس وعلى اللحمة، ودي كان الشكل النهائي. وهنا هغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن، وهتاكلوا اجمل صينية بطاطس في الدنيا.